مرحبا، اسمي رامي من العراق. ولدت في بغداد. عندما كنت في الخامسة من عمري هربت من العراق بسبب حرب الخليج، ولقد واجهت الكثير من البؤس في العراق. كان والدي مديرا لفندق وهذا ساعدني قليلا. ثم قال والدي ذات مرة: أحضروا حقائبكم، نحن ذاهبون للفرار. جئت أولا إلى الأردن ثم اليمن، وسافرت عبر تركيا وأوكرانيا ثم إلى روسيا إلى موسكو. قضينا وقتا رائعا في روسيا، وبعد عامين قال والدي: ابق مع عمك، مع والدتك وأخيك وعائلتك الأخرى، وأنا سأذهب إلى هولندا مع عمك الآخر، وأنت تبقى في روسيا. وكان ذلك وقتا مؤلما للغاية بالنسبة لي. بعد بضعة أشهر من سفر والدي إلى هولندا، أتت إلي امرأة عراقية ومعها كتاب مقدس للأطفال وصليب، وقالت لي: اذهب وصلي. وبدأت أصلي مستعينا بالله. كنت كل يوم أصلي مرتين في اليوم. أصلي: ربي أخرجني من هذا الوضع. وبالطبع الرب يسمعك حتى لو لم يكن لديك الله في قلبك. إذا لم يكن لديك الروح القدس بعد، الله يسمع صوتك. وبعد ذلك كنت في منزل صغير، وظهر أمامي رجل، وكنت أرتدي ملابس بيضاء، وكان يرتدي ملابس بيضاء، وكان منزلا صغيرا في الصحراء. كان الظلام، ولكن الغرفة بأكملها كانت مليئة بالضوء. وهناك رأيت يسوع أمامي، لكنني لم أعرف من هو. فقلت: من أنت يا سيدي؟ فقال: لا تخف يا رامي، أنا الذي تصلي له كل يوم، أنا الرب يسوع. قال ذلك باللغة العربية. اعتقدت أن هذا كان خاصا جدا، فقلت في نفسي: يا يسوع، إني أنظر إليه. فقال: قد سمعت صلاتك وأنت ذاهب إلى أبيك، سوف تتلقى رسالة ومكالمة هاتفية. رأيت الرسالة والهاتف. عندما استيقظت في اليوم التالي، تلقت والدتي مكالمة من والدي. قال: لدي رسالة من الحكومة الهولندية من فيندم، يقول ذلك: يسمح لك بالقدوم إلى هولندا. وبعد بضعة أشهر حلمت بأنني أدخلت الجنة، ورأيت هناك جميع أنواع القديسين، الناس الذين في السماء، وكان الجميع يهتفون وسعداء ومبهجون. ودفعني الجميع للأمام وقالوا: انظروا للأعلى. ونظرت إلى الأعلى فرأيت السماء مفتوحة ونزل يسوع. سمعت: يسوع سيعود قريبا، جهز نفسك. اعتقدت: نعم، هذا هو عليه. لقد كنت مكتئبا للغاية خلال تلك الفترة. لقد عشت الحرب و7 سنوات من السفر. كل هذه الأشياء لها تأثير علي. وفي وقت ما كنت أركب الدراجة. أردت فقط الخروج من منزلي، وركبت الدراجة وسمعت صوتا عاليا يقول: رامي. وعلمت أن هذا هو صوت يسوع، لأني سمعته من قبل. فالحملان تعرف صوت الراعي كما يقول الكتاب المقدس. وقلت: يسوع. ظننت أنه خلفي، لكنه لم يكن كذلك. وقلت: نعم يا رب، ماذا علي أن أفعل؟ قال: اقبلوني ربا ومخلصا لكم. اذهب إلى بيتك، صل واقبلني في قلبك، وسأغير حياتك بالكامل. أنا قلت: نعم يا رب، سأفعل ذلك. ركضت بسرعة إلى المنزل، أوقفت دراجتي وأغلقت غرفتي، وجثت على ركبتي. قلت: يا رب، تعال إلى قلبي، اغفر لي خطاياي. أريد أن أضع ماضي كله أمام الصليب عند قدميك. ومن تلك اللحظة شعرت بسلام الله الشديد، وفكرت أن هذا هو الأمر، وأنا لا أريد تلك الحياة القديمة بعد الآن. بعد أن قبلت يسوع في قلبي، تعرضت لحادث دراجة نارية بعد بضعة أشهر. لقد أنقذ الرب حياتي. حياة الشخص دائما الشيطان يريد أن ينالها من حادث إلى آخر. كان هناك حادث واحد كاد أن يقتلني. كان لدي نسبة منخفضة للبقاء على قيد الحياة. لقد أجريت أيضا عملية جراحية في الأنف، ودخل 800 مليلتر من الدم إلى رئتي. فقال الطبيب لوالدي: أعتقد أنه لن يعيش سوى بضعة أيام. ولكن ما حدث بعد ذلك كان: روحي خرجت من جسدي. كنت أرى جسدي من مسافة 5 أمتار، وأنت تشعر بنفس الشيء تماما. يبدو الأمر كما لو كنت ترتدي معطفا. عندما ترتدي معطفك وتخلع هذا المعطف، فأنت لا تزال نفس الشخص. هذا ما تشعر به. أنت روح في جسد كما يقول الكتاب المقدس. وخرجت من جسدي، ومن كان واقفا هناك يسوع، وبدا سعيدا جدا.
وينظر إلى الخلف ويقول: رامي ارجع، هذا ليس وقتك. وأمامه ملاكان واقفان، كانوا يبكون ويوصلون نوعا ما لأن رامي يجب أن يعود، وكان ينزلق إذا جاز التعبير مرة أخرى إلى جسدي، ولوح لي ومشى بلحية بيضاء جميلة. وفكرت: هذا خاص. لكن الغريب جدا بعد أن استيقظت أن يسوع جاء إلي مرة أخرى، ودخل غرفتي في الساعة 2:30 صباحا. لقد أظهر لي الجنة والنار، وقبل دخوله مباشرة رأيت السماء لمدة 15 دقيقة تقريبا، وبعد ذلك دخل إلى غرفتي. لقد جاء مثل أب صارم. وفكرت: واو، ماذا يمكنني أن أفعل لك؟ فقال: يا رامي، أريد أن أريك الجحيم. وكانت تلك صدمة. فتح يديه وكان مثل شاشة بانورامية ظهرت فجأة، ورأيت وعاء مثل وعاء الحساء، وكان كل هؤلاء الناس في هذا القدر، وكان بإمكانهم رؤيتي وأنا أراهم. فقلت: يا يسوع، أخرجهم. قال: أعطيتهم فرصة فقالوا لا، والآن هم هناك بدوني لأنهم قالوا لا لي. فقلت: يا رب، أعطهم فرصة واحدة. فقال: لا، بل اذهب إلى الأحياء، اذهب إلى الأحياء هنا على الأرض، وقولوا لهم إني أنا الرب، أنقذهم يا رامي، اذهب وكرس إنجيلي. وقال ذلك باللغة الإنجليزية، وقال إن لديهم وقتهم، وكان الناس تحت الحمم البركانية في وعاء، فصرخوا من الألم وقطعتهم الشياطين. وأراني الرب آلامه، وقلت: يا رب، أريد آلامك، أريد عاطفتك تجاه تلك النفوس حتى تخلص. بدون يسوع لا يمكنك دخول السماء، لأنه لم يأتي ليهلك بل ليبارك كثيرا. هذه هي خطة يسوع، واعتقدت أن هذا هو الأمر. بعد ذلك بعامين، خلال تلك الفترة ذهبت إلى الكنيسة الإنجيلية وقلت: أريد أن أتعمد، لكنهم لم يرغبوا في القيام بذلك في ذلك الوقت. وبعد مرور 6 أشهر ما زالوا غير راغبين في تعميدي، وبعد مرور 3 أشهر ما زالوا لا يريدون القيام بذلك. لقد ظلوا يقولون إنه يتعين عليهم عقد المزيد من الاجتماعات حول ذلك. قلت: ينبغي أن أعتمد لأني قبلت يسوع. وفي تلك اللحظة سألت الروح القدس، قلت: أيها الروح القدس، قلتها باللغة الإنجليزية، املأني. وتكلمت بلغة سماوية فقلت: هذا مقدس، هذا مقدس، ما هذا؟ وتوقفت بعد بضع دقائق فقلت: يا رب، أريد حياة الصلاة، أريد أن أكرس حياتي لك حتى أتمكن من مشاركة الإنجيل، لأنني كنت أصلي طوال الوقت. يا رب، أريد أن أتعمد. وتوقفت امرأة أمامي، وضعت الكتاب المقدس أمامي وقالت: هل اعتمدت؟ هل ولدت من جديد؟ قلت: عندي الروح القدس، لكن لا، لم أتعمد كمسيحي، أنا أؤمن بالرب. وهل تحتاج حقا إلى المعمودية؟ فقالت: نعم، يجب أن أعتمد باسم يسوع. قلت: دعونا نفعل ذلك. بخير. قلت: من أين أتيت؟ ما هي كنيستك؟ قالت: نحن العنصرة، غدا يمكنك أن يتم تعميدك من قبل القس لدينا. حسنا، رائع. وسألت أمي الروحية: ماذا أفعل؟ فقالت: فقط صلوا من أجل ذلك. اسأل الرب يسوع ماذا عليك أن تفعل. هذا هو الجواب الذي يجب أن يكون لديك دائما. اسأل الرب يسوع ماذا عليك أن تفعل. وذهبت إلى ركبتي، قلت: هل هذا جيد معك؟ قال: خذ حقيبتك، خذ أغراضك، اذهب إلى ألميرا وتعمد. وأنا فعلت ذلك، وبالطبع كان قس كنيستي غاضبا حقا لأنني فعلت ذلك. لقد سمعها بعد يوم، لكن هذا لا يهم. نحن لا نخدم الناس بل نخدم الله. كنت جائعا لرؤية الرب كل يوم، والتلاميذ في سفر أعمال الرسل كانوا يرون الرب كثيرا. لقد ظهر لهم كثيرا. فكرت: لماذا ليس أكثر بالنسبة لي؟ فقلت: يا رب، تعال إلي، اسمح لي أن أرى من ستكون زوجتي. وبعد أسبوعين جلست بجوار ليزبث، وقال لي الرب أن هذه زوجتك. قلت: لا، لأنني أردت الزواج من شخص من ثقافتي. أليس لديك خيار آخر بالنسبة لي؟ قال: لا يا رامي، عندي خطة لك، وهذه الخطة سوف تنقذ الكثير من الناس. الأمر لا يتعلق بك يا رامي. فقلت: حسنا، افعل ما تريد. واتصلت بها وقلت: ليزبث، سمعت أنك زوجتي، وفي غضون شهر ونصف تزوجنا، وفي نفس التاريخ الذي أردناه بالفعل لسنوات. بعد بضعة أشهر من زواجنا
كنت أصلي. عاد الاكتئاب مرة أخرى، وكأن ستارًا انفتح أمامي وجاء يسوع ومعه ملاك، ولم أرى ذلك الملاك بعد ذلك، بل رأيت يسوع فقط، وقد جاء كاهنًا، أحيانًا أراه ملكًا وأحيانًا كصديق يرتدي ملابس عادية، ولكن ككاهن، فهذا يعني أنه يريد تأكيد شيء ما في داخلي، وجلس بجانبي، فقلت يا ليزبث يسوع هنا، جلس بجواري بشكل أنيق للغاية على الطاولة. وفكرت ماذا علي أن أفعل، وجلست للتو ووضع ذراعه حولي، ويمكنني أن أشعر بذلك، ذراع قوية. فقلت مرحبا يا رب. فقال يا رامي، أردت أن أقول لك شيئا. أحبك، 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 أنت ابني الثمين. وهذا ما كسر شيئا بداخلي، لأن علاقتي مع والدي لم تكن جيدة جدا. لقد كان يعمل دائما ولم يكن هناك، كما كان الأمر صعبا دائما مع والدتي، لكن لا يهم، فقد أعاد الرب ذلك فيما بعد. ولكن هذا كان الانتعاش، لأن الرب سوف يمر بهذه العملية معك، فسوف تولد من جديد، سوف تحصل على الروح القدس والمعمودية في الماء ونار الله والشفاء، ثم يأتي تأكيد المحبة. عندما تعمد يسوع ماذا قال الآب؟ أنت ابني الحبيب. وبعد بضعة أشهر سمعت صوت الرب الإله مرة أخرى، فقلت يا رب، من أنا بالنسبة لك؟ فقال أنت ابني الحبيب، لقد قبلتك واعتمدتك وسعدت بك، لقد تغيرت، أنت مختلف الآن، أنت لست الرامي من قبل، أنت إنسان جديد، خلق جديد. وكنت أصلي لسنوات، وجاء إلي المسيحيون قائلين إنك مدعو، والرب دعاهم أن يرون السماء تخبرهم أنني مدعو، وهكذا. وكنت أصلي، وفي وقت ما خرجنا للتبشير بمكبر الصوت، ثم قال لي الرب أوقف عملك، كنا في ميوزيوم بلاين في أمستردام، أريدك أن تذهب إلى ساحة دام. وذهبنا إلى هناك، وفي مرحلة ما سمعت صوت الرب مرة أخرى. كنا مع 3 أشخاص، قال رامي، أريدك أن تقوم بمسيرة من أجل يسوع. كان هناك الآلاف من الأشخاص يقفون هناك ويسيرون باتجاه ساحة دام ونحو محطة أمستردام. فقلت حسنا يا شباب، دعونا نقوم بمسيرة من أجل يسوع، دعونا نصفق ونصرخ، سوف نمجد اسم الرب. وقد فعلنا ذلك، وذهبنا إلى ساحة الدام. وقبل ذلك بيوم قال لي أخ مسيحي ريح الروح القدس تتحرك. قلت عظيم، أريد ذلك أيضا. فقلت يا رب أريد الريح، أريد أن أحصل على رياح النهضة. وفي تلك اللحظة ولدت خدمتنا التي تسمى الاحتفال بعبادة الله. لقد قمنا بعبادة القوارب في مدن مثل جيت هورن، أمستردام، أوترخت، زفولة لعبادة الله. وبالطبع سيكون هذا العام أيضا وقتا رائعا لعبادة القوارب ومسيرة الله. لقد فتح الله الأبواب بابا تلو الآخر، بدأت الأمور تتغير، وسرنا عبر قنوات أمستردام نتعبد، وكان ذلك يحتفل بيسوع. يجب أن نحتفل باسم يسوع. وأريد أن أشجعكم الآن أيها الأصدقاء، أجث على ركبتيك في هذه اللحظة، وإذا كان لديك قدر من الإيمان مثلما تفعل عندما تجلس على كرسي وأنت تعلم أنه لن يسقط، أريدك أن تمسك بقطعة الإيمان هذه، وأريد أن أشجعك الآن. اركع على ركبتيك، احصل على قطعة الإيمان التي لديك الآن. قل يا يسوع، صل معي، قل يا يسوع، أنا أؤمن بك، أنا لا أعرف من أنت، لم أختبرك قط، ولكن هذا الجزء من الإيمان الذي لدي سأضعه فيك. يا رب، تعال إلى قلبي، اغفر خطيئتي، لديك خطايا، لقد ارتكبت خطيئة، لقد نظرت إلى أشياء خاطئة وفعلت أشياء خاطئة، مثل أن تكون غاضب من والديك. ضع كل هذا أمام صليب يسوع. قل يا رب، أطلب منك المغفرة عن كل الأشياء التي فعلتها. يا رب، استرها بدم يسوع. بالدم هناك حياة، ودم يسوع يستطيع أن يغفر لك خطاياك. يا رب، تعال إلى قلبي، اغفر لي خطاياي يا رب، وأريد حياة جديدة. يا رب، املأني الآن بالروح القدس أيضا. ويا رب، قودني للذهاب إلى كنيسة جيدة، وساعدني على فهم كلماتك في الكتاب المقدس، وقدني إلى المعمودية. ويا رب، أشكرك على الحياة الجديدة. لا تقول اليوم يا أبا الآب وأنا اليوم مسيحي. اليوم نحتفل بيسوع، وأريدكم أن تحتفلوا بيسوع اليوم، باسم يسوع. آمين.